السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في أول حلقة من هذه السلسلة ديال استراتيجية اللاعب. قررت أن ندير واحد السلسلة، ما عرفتش واش تعجبكم ولا لا، نشرحوا فيها استراتيجية اللاعب وكيفاش أنك ممكن كيفاش تلعب بالمنطق، لأن أغلبية ديال الناس كيقول لك مثلا كرة القدم حظ وهاد الامور هذه، فما كنتفقش في هذه النقطه هذه. بصح كاين الحظ وكاين واحد النسبه، ولكن كاينه واحد الحاجه كنقولها حنايا: الدراسه، يعني التحليل ديالك ديال المباراه، التحليل ديالك ديال كيفاش كتشوف الامور وشنو الواقع ديالك. اول حاجه، يعني كاين بزاف ديال التطبيقات الناس اللي كيلعبوا، كاين وان اكس بيت، كاين ميل بيت، وكاين باري بيت. انا كنلعب في اكس باري بيت. دونك فقط للمعلومة أن التطبيق هذا إكس باري بيت أو جميع التطبيقات، يعني وان إكس بيت، ميل بيت، هاد التطبيقات هادو كاملين راهم عندهم نفس الخدمة، يعني ما عدا لينا بيت وكوت اسبور ديال المغرب وهذه اختلاف اخر. اما التطبيقات هادو اللي معروفين، وان اكس بيت، ميل بيت، باري اكس بيت، لاين بيت، هادو كلهم راه نفس التطبيق، كاين اختلاف فقط في الالوان والاسم ديال الشركه. وكاينين شي وحدين كيخدموا تحت الوان اكس بيت، يعني بلا ما بدون ذكر الاسماء، كاين شي وحدين كيخدموا تحت الوان اكس بيت، يعني راه هي نفس الشركه ودايره بزاف ديال الاسماء. بالنسبه للمباريات ديال كره القدم، حنا غادي نديروا واحد التحليل كيفاش انك تاناليزي واحد الماتش ديال كره القدم. وبالنسبه للناس اللي كيلعبوا في اللايف، خصوصا الناس اللي كيلعبوا اللايف، يعني الفوتبول، اول حاجه كنصح بها الناس اولا، اللي الا كتلعب اللايف كتشوف الفرقه اللي تلعب عليها، خصك تكون عارفه شكون هي ديك الفرقه. هذه هي الاولى، اولا على الاقل فايت سما بها، ولا على الاقل فايت شايف فيها شي حاجه. ان سينو بحال كتلعب بحال هذاك هو اللي كيتسمى القمر، يعني العمى، كتلعب اللعب ديال العمى، ممكن تربح ممكن تخسر، ولكن حنا كنديرو بواحد المنطق، بواحد الدراسه. لان مثلا انا هنايا لعبت واحد الوراق مثلا، دونك الا جينا نشوفو هنايا راه الدوري ديال الهند والسوبر كوب، يعني تقدر تقول لي مستحيل يطلعوا اوكاميطا. انا ما غامرتش، لعبت حتى للدقيقه 18 ولعبت ما يتماركاوش جوج ديال البيوت. دونك هنا باش كتشوف ان اولا انا حيت ممكن يتماركاو جوج البيوت كون ما كانوش لاعبين السوبر كوب، كانوا لاعبين الدوري ديالهم ولا هادي. ملي كيكونوا لاعبين شي كوب فكيكون اللعب شويه مزير، وما كيكونش نفس اللعب ديال الدوري، ما كيكونش نفس اللعب ديال البطوله. يعني ملي كتكون عندك هاد السيمانه ماتش والسيمانه الجايه ماتش، تقدر تعوض النقاط اللي فاتت. بار كونتر ملي كيكون الدوريات ولا ملي كيكون شي كاس، خصوصا ملي كيكون لاعبين على شي كاس، يعني فرقات تخسر فرقات تقصى، فانا كيكون لعب شويه قاصر، كيكون لعب شويه مزيان. حتى الكوط الى ردنا ب 1.3 اللي كنصح بالنسبه للناس المبتدئين، اولا كيلعبوا السامبل، ما تعاودش تلعب الكومبيني، ما تكثرش عليك لي ماتش. ثانيا كتلعب بواحد لاصوم اللي انت واخا تخسرها راه ما غاديش تاثر لك سلبيا على حياتك ولا على نهارك. هذه خص الامور ديالها ديما تكون في عين الاعتبار. واهم حاجه هي ما تطمعش، لان ريكورد راه بعض المرات كيبين لك نضربوها لك في 3 نضربوها ب5، كتبدا تقلب على ريكورد الكبار. فإلا بغيتي تربح راه بالمنطق راه ما خاصكش تطمع، يعني غادي تلعب واحد اللعبه اللي هي سهل. ملي كتشوفوا هذا الماتش هذا راه سالب 2-1، ففي الشوط الثاني تماركاو 3 بيوت. ولعبتو ايضا راه غامرت. المغامره الثانيه هي انني لعبتو عاوتاني بنفس لاصوم ب5000 درهم، منين تزاد البيت الثالث، يعني منين تماركا 2-1، على اساس انه يبقاو هكاك، بحكم ان الفرقه ديال قوه ما انا كنت كنقول يعني ما غاديش تخسر. دونك هذا كيكون تحليل، راه كاين الحظ كما قلت، ولكن النسبه ديال الحظ راه قليله. بار كونتر النسبه ديال المنطق واخا. بالنسبه لهاد النقطه هذه كما قلنا، اول نقطه بالنسبه للناس اللي كيبغيو يلعبوا بمبالغ اللي هي قادرين يتحملوا الخساره ديالها. النقطه الثانيه هو انهم
ما يطمعوش في لي كوط، يعني ما يمشيش لشي حاجه. واهم حاجه الحاجه اللي غادي يلعب عليها يكون عارف، يكون فايت شايف هذيك الفرقه، عارف شنو كاين. نصيحه ثانيه بالنسبه للمباريات اللي كيكونوا اميكال، المباريات اللي كيكونوا اميكال انا غالبا كنتجنب وكنتفادى اللعب عليهم. كنلعب عليهم كما قلنا، انا نشرح الاستراتيجيه ديالي، ولكن قليل. علاش كنتفادى انني نلعب عليهم؟ بكل بساطه لان كيكونوا يلا كيكون المدرب باغي يجرب، باغي يدير شي حاجه عندهم، يعني ماشي لقاء مهم بالنسبه له. فبالتالي انا كنصح جميع الاخوان ان هاد المسائل اللي اميكال بغيتي تلعب شي بحال تقصر معاهم شي مبلغ اللي انت ما بحال تقول شربتي بيه قهوه ولا شي حاجه مثلا. هذا هو شكون اللي كان كيقول لنا غادي تسال ميطاب اوكي، كنا راه مزيان. هذا مثلا قولوا نلعبو هنايا هذا سانتر ليغ، وفي اللايف ديما كدير واحد التحليل كتشوف شنو كاين. مثلا هنا كاين لي كورنير 5-4، 9 ديال لي كورنيرات فقط في الميطا الاول. شوف شحال عاطين على لي كورنير هنايا. الا كاينين دابا 9 ودايرين كيوصلوا غا 12 مخلصها 31، هذا كود زوين. انهما حاليا دقيقه 61، باقي لك 3 ديال الماتش، 3 الكورنيرات في نص ساعه، والبيوتا ما كاينش. كنقول ممكن نقدر نلعبها مثلا بواحد 500 درهم. حتى شي حاجه ما تطمعش في الارباح بزاف، ما تقلبش على الربح كثير، ديما قلب على شي حاجه قليله وشي حاجه منطقيه. وكما كيقول المثل العربي عصفور في اليد خير من 10 فوق الشجر. وراه ممكن تخسر كما كنقول، راه كاين الحظ، ولكن النسبه ديالو قليله بحكم التحليل اللي كدير نتايا. بعض المرات كتلعب شي كورت صعيب، راه ما كان دابا نوريكم شي ورقه فيهم دي كورت اللي هما صعاب ولكن كيكون واحد التحليل. يعني بحال دابا الماتش ديال ليفربول اللي كان ربحات مع الفولهام، يعني ماتش باين واخا كتخسر في الميطا الاولى وكان معروف، يعني كنت حاسس بان غادي يكون اما تعادل اما خساره ديالهم في الميطا الاولى. واخا بالنسبه لهذا فقط كان بعض المعلومات الناس اللي كيبغيو يلعبوا، وباقي كل شويه غادي ان شاء الله نعطيكم معلومات اضافيه. وسنتم بدوركم الى احتاجيتوا اي معلومه في اي مجال في اي تطبيق، انا ما غاديش نتطرقوا فقط لهنا لكره القدم، غنتطرقوا لبزاف ديال الالعاب اللي كاينين هنايا وبزاف ديال الرياضات اللي كيكونوا هنا. كنتمنى للجميع حظ موفق، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.